6 صباحا بتوقيت جرينتش، 9 صباحا بتوقيت مصر. آخر أيام الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر. الذهب الأسبوع ده كان أداؤه عرضي إلى حد ما، شغال ما بين 3614 أدنى نقطة جابها امبارح و 3675 أعلى نقطة جابها من 3 أيام. امبارح قلت لك هنشتغل في نطاق عرضي ما بين 3620 و 3650، ولما اقول كده قصدي ان هيكون سعر الاغلاق في النطاق ده ما يجيش ينزل ل 3614 فتقول لي هو نزل اهو تحت ال 3620 يبقى هيكمل نزول. العبره بشمعه الاغلاق او بسعر الاغلاق عشان الناس اللي بتسمعني اول مره، او عشان الناس اللي عندها مشكله في مصطلحات التحليل الفني. طالما السعر قفل في نفس المنطقه دي ما بين 3620 و 3650 زي ما حصل امبارح، يبقى احنا كده شغالين في نفس النطاق العرضي. النهارده نفس السلوك السعري بتاع امبارح، ادنى نقطه جبناها 3630 واعلى نقطه جبناها 3657، وشغال في نفس النطاق ده. امبارح كان في بيانات امريكيه، مؤشر اسعار المستهلكين اللي ارتفع، وده يدل على ان التضخم رجع يعلى مره ثانيه، وخصوصا بسبب الرسوم الجمركيه. وفي نفس الوقت طلعت معدلات الشكاوى من البطاله اعلى من المتوقع، يعني معنى كده ان سوق العمل ضعيف. فالاتنين كتأثير عكس بعض، فسوق العمل الضعيف ده يخلي الفيدرالي يخفض الفايدة عشان يحفز سوق العمل شوية، فبالتالي المفروض ان يبقى فيه دورة تيسير. وفي نفس الوقت مؤشر اسعار المستهلكين اللي ارتفع يدل ان فيه تضخم عالي شوية، فعلشان كده الفيدرالي المفروض يحافظ على معدلات الفايدة المرتفعة. التناقض ده حافظ على اداء الذهب العرضي امبارح ما بين ال 3620 وال 3650. على مدار اليوم هحدث اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي اللي بدوره هيأثر على التحليل الفني.